السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تخيل معايا لا قدر الله يصرى لك حادث مرور وانت مع خوك ولا واحد من عائلتك والحمد لله تخرج سلامات، ولكن للاسف خوك يصاب اصابة شديدة. تبقى خايف عليه وتستنى غير لومبيلونس تلحق ليه، شد خوك قاعد تخزر في الطريق تستنى في الناس يعاونوك، واخيرا بعد انتظار طويل تلحق لومبيلونس، والمفاجأة ما تلقى فيها والو، لا معدة طبية ولا هم يحسنوا. تتنفس بعد تقول معليش نلحق للسبيطار وسهل الحال، والحمد لله تلحق وتدخل مع خوك ويشوفوا طبيب ويفحصوا ويقول لك شوف خوك الحاله تاعو شويه ماشي مليحه ولازم له سكانير على راسو. وراه المشكل سكانير ما كانش هنا في السبيطار، لازم ديرو في عياده خاصه. يوم معليش نبيع الكليه تاعي على جال خويا، المهم يكون لاباس، وتروح دير سكانر في عياده خاصه، ما ترجعه له يهزو كيما هاك ويبدا يشوف. شوف مسيو خوك يحتاج عمليه جراحيه. لا حول ولا قوه الا بالله. معليش قدر الله وما شاء فعل. وقتها ديروا العمليه. هنايا ما كانش جراح اعصاب، لازم تروح لسبيطار واحد اخر. انت يا طبيب ولا موظف استقبال تبعثني برك؟ هذه اول فكره تجيك في راسك، بصح من الحشمه ما تقولهالوش، وكنصيحه خلي الحشمه هذيك باش تحتاجها من بعدها، وتروح انت في رحله البحث عن جراح اعصاب. السلام عليكم خوتي، ما كانش يعني جراح اعصاب لا بغى ماشي يعني زوراك ولا طويل اللي كاين؟ نو ما كانش. اللي بعده شوف مسيو جراح الاعصاب كاين، طبيب الانعاش ما كانش، يا حسره. اللي بعده شوف جراح الاعصاب كاين، طبيب الانعاش كاين، بصح هذه ما درتلاش حساب، ما كانش بلاصه. لهنا انت خلاص سي بون تنفجر وتبدا تتضارب مع الطبيب ويتلموا عليك لي زاجون وتتخلط. يا اخي سبيطارات واش هاد الطبه تاع اخر الزمان. قبل ما تكمل في المضاربه تاعك اصبر معايا شويه نشوفوا الروايه الاخرى. روايه الطبيب. تنوض الصباح ميت بالتعب تاع العمليات اللي درتهم البارح، تلحق لوبيطال، تبدا الروتين تاعك، تشوف قائمة العمليات، تلقى عندك 4 ولا 5، تبدا تخيلوك تاه نكمل هذو باش تبدا لاكارد تاعي. على الأقل قسمة تصلي، تاكل شوية، تشرب قهوة قبل ما تبدا الحرب اللي راهي تستنى فيك. وبعد 8 ساعات وانت واقف تدير في العمليات، تخرج على 4 تاع العشية ما ضقت والو، تجي داخل وانت هز الصاشيات والناس تخزر فيك، الناس تموت وهو ياكل. رهج تشوف شكون معك في المناوبة. يا حسرة هذاك الطبيب اللي ضربت معاه من قبل، معليش فرم لي هذا خدام لا باس. معايا طبيبه وعندنا شومبره وحده لازم نشوف وين نبات. تبدا المناوبه تاعك، المريض الاول الثاني الثالث، ورسميا تم اعلان الحرب، ويبداو يدخلوا، واحد مضروب في راسه، واحد مقطع، واحد مشرح، واحد مطاحر ومن بعد ندموجه باش تعالجوا. المهم الحرب الاهليه، وانت تجري من جهه لجهه. اللي قدرت دير له عمليه درت له، واللي ما قدرش تبعثه سبيطار واحد اخر. وما بين هذه المعمعه كامل في لحظه صغيره برك هكذا بضع ثواني يدخل السيد تاع الحكايه الاولى ويقول لك بلا نحوس على جراح اعصاب، انت الله غالب بلاصه ما كانش، تقول له ما كانش بلاصه، هو يهيج فيك ويبدا يتضارب معاك. المشكله لهنا انت ماكش شايف الدراما هذيك اللي فات بها، ولا هو شايف الحرب اللي راك فيها. ولهنا يجي السؤال الغير مطروح، شكون هو الغلط؟ لهنا عندك زوج احتمالات. الاحتمال الاول، اذا كنت مريض حصلها في الطبيب، ما عندكمش انسانيه ما تتفاهموش، واذا كنت طبيب حصلها في المريض، نتوما جاهلين ما تفهموش ما تحترموش الطبيب. وفي زوج تقدروا تكملوا حياتكم عادي في سعاده وهناء وسناء جارتنا، وتقدروا تدوبلوا المخده وترقد لاز واحد ما يقول لك. وكاين احتمال ثاني ما ننصحكش به، هي انه تكمل هذا الفيديو باش تفهم المشكله وين راهي بالضبط، وتولي تشرب قهوه بلا سكر وتكتئب في فصل الشتاء وتكتب لهم في الستوري ذو العلم يشقى في النعيم بعلمه واخو الجهاله في الشقاوه ينعم. وانت حر، خير وش حبيت، انت حر انت انتحر. لو نكونوا نمشيو هكذا في اي بلاصه في الجزائر ونهزوا واحد نسقسيوه واش رايك في الاطباء، او الاجابه ممكن يقولها لك يا اخو الطباء تاعنا ما عندهمش انسانيه، تاع تجاره من الاخر. يا اخو رحت للطبيب السمانه اللي فات ما شافنيش ما نبا، خلص عليا 200 الف والدواء سقام لي 500 الف، لو كان غير بريد والو زيرو الطباء تاعنا زيرو. درك هنايا يا اما نصدقوه يا اما نعيطوا المحقق كونان، وكعاد المحقق كونان ساكن في اليابان ماهوش متوفر، انا حنروم بلاصيه نتكفل بهذه القضيه شخصيا، ونبداو نفتشوا في الملفات، نبداو الارشيف ونشوفوا اكزاكتومون وين راه المشكل، ونرجعوا بالزمن نقطه الصفر حيث بدا كل شيء، كليه الطب، ونشوفوا طلبه الطب هذو اللي حيوليو اطباء المستقبل. الغريب في الامر مقارنه بباقي طلاب الجامعه، طلبه الطب معروف عليهم انهم من اكثر الطلاب احتراما واخلاقا. او تاع الميديسين هذوك ترونكيل، حتى في الاقامه الجامعيه الخاصه بهم من النادر خلاص وين تسمع واحد سرق ولا كشي ما صارت حاجه. يعني واش هذا التناقض الكبير ما بين طلبه الطب اللي هما بزاف جونتي وما بين الاطباء اللي بانوا ما عندهمش انسانيه. لهنا باش نفهموا اللغز نبداو نتبعوا هاد الطلاب ونشوفوا واش يصرى لهم، علاه من بعد يوليو
يديروا سنتين يسحروا فيهم قبل ما يتخرجوا. ونبداو مع السنه الاولى. كي نشوفوا الطلاب تاع السنه الاولى نلقاهم كاين الحمل الوديع، الله يبارك ما يضروا حتى واحد. السنه الثانيه كيف وقيله كيبداو ستاج اللي صرا لهم كيما خلاص نروح نشوفوهم في السبيطارات. ولا هنا المفاجاه الاولى في السنه الثالثه كيبداو يدخلوا ستاج تلقى واحد قاعد يكسر مع المريض، هو يشكي له في همه، هو يتعاطف معاه، الدموع في عينيه، وحده داخله الشومبره وقاعده تبكي من الماساه اللي يحكيوا لها المرضى، واحد يحكموا اكتئاب شهر، واحد يخمم يخرج من ميديسين على جال هذه الحاجه. ما هذه الانسانيه المفرطه؟ وانت باين عليك مادام راك ذكي وتخمم معايا بديت تخمم شويه، قلت واقيلا بعد هذه الصدمات يوالفوا اوب يوليو باردين ويموت قلبهم. سي بون اكتشفت اللغز. اللي هنا نصفق لك بسحب يد وحده، لانه هذا جزء صغير خلاص من الحكايه. لانه حتى بعد ما يوالفوا هذه الصدمات ويوليو ما يتاثروش بزاف، اللي هي حاجه لازمه للطبيب، بصح في السنه الرابعه تاعهم والخامسه والسادسه تلقاهم مازالوا يتعاطفوا مع المرضى، حتى واذا يخرجوا فيها فوق قلوبهم. هو مع روحه ما هو حس بوالو، بصح كمبدا اخلاقي يظهر هذاك التعاطف وهذاك التفاهم للمريض. اما لو وراه المشكل وراه نقطه الانعطاف وقتاه يولي طبيب صامت. انا حاب نعرف. ولا هنا لحقنا المفيد، بدايه العمل. في بداية العمل كطبيب وخاصة في فترة الانترنا اللي هي تجي في العام السابع، الطبيب الداخلي يدخل متحمس ويخرج متحمس. طريقة العمل المرهقة جدا تخليه يعاني لواحد الدرجة وين المعاناة تاعو ممكن ديباسي المريض بحد ذاته. وكيفاش تتوقع من واحد يتعاطف مع واحد هو يعاني أكثر منه؟ ولهنا بلا ما نبدا نتفلسف نشوفوا الدراسات العلمية. في دراسات عديدة في بلدان مختلفة في العالم خاصة في المجال الطبي لقوا أنه العمل الشاق للطبيب اللي يلحقك للاحتراق الوظيفي يخلي نسبة التعاطف مع المريض تقل بدرجة ملحوظة. وهذه الدراسات في الدول المتقدمة وين عندهم لاكارد تاع 12 ساعة سو كيوت، زعما ما شافوش لاكارد تاع 48 ساعة وكارد كل 3 ايام. تشيرنوبيل وظيفي ماشي احتراق برك. الطبيب وخاصة في الجزائر عنده نظام عمل بزاف صعيب، وهذا رغم انه يخليه بزاف يتعب، بصح من قوتي واحدة اخرى انه هذا لا شارج كامل تخلي الطبيب رغم المعاناة تكون عنده خبرة كبيرة مع المرضى في مدة زمنية قصيرة. الحالات اللي يشوفوها الأطباء الآخرين في سنوات هو يشوفها في شهر. باينة عليكم، اللي ما يشوفكمش يقول صح، اللي يدخل السبيطار يموت. لهنا ممكن السؤال هذا عنده درجة من الصحة، علاه الطب تاعنا ماهوش باين عليهم باللي يعرفوا بزاف؟ ولا هنا تقدر تشغل غير 2 خلايا عصبية باش تفهم معايا المعادلة البسيطة. عندك مرضى بزاف، وسائل قليلة، أطباء قليل، يساوي جودة خدمة رديئة جدا. بس من جهة واحدة أخرى خبرة كبيرة لهذا الأطباء. ولكن هذه الخبرة ما نقدروش نستفادوا منها بزاف مادام الوسائل والطريقة تاع الخدمة ما زالت كيما راهي. تسمى نكونوا أطباء ملاح ونبعثوهم قراطوي يستفادوا منهم الآخرين. حنا ما نربحوا والو، حنا غير السلبيات يجيونا، إيجابيات يروحوا للهي. وهذه الخدمة الرديئة هي سبب تقريبا كل المشاكل اللي كاينين بين الطبيب والمريض، اللي مع الوقت حتنزع الثقة اللي كاينه بيناتهم. الثقة. واحد المره وانا برعم نقرا تروازيام اني ميديسين وين كنت حاسب الطب فيها 2 امراض، سرطان وجع الراس. جاني واحد من لافامي قال لي شوف لي طبيب واش دار لي من دواء ناكلو والله لا والله غير توسوس. وانا بكل ثقه هز لوردونونس قاعد نحاول نقرا شويه دواوات لعل وعسى نعرف الدواء، والباقي درك نحصلها في الخط تاع الطبيب وخلاص. حتى يفاجئني الكاشي اللي كاين في لوردونونس، كاشي تاع بروفيسور في الطب. 3 سنوات اللي قريتهم انا هو جابهم يحك في وذنه كي كان يقرا في لابيب. يعني رايح للبروفيسور وجا عندي درايه. ولهنا جينا مشكل كبير في عقليه المرضى، وهو انهم يشوفوا الطبيب مش على درجه الكفاءه وانما على درجه القرابه. يعني اسكو يدير فيه ثقه ولا لا، لانه الثقه انعدمت. حتى ويكون بروفيسور ما يديرش فيه كونفيونس، يقول لك كابابل يخدعني، كابابل يمد لي كاش دواء ماشي مليح. ولو كان يكون واحد قريب ليه لا علاقه ليه بالطب يقول له الدواء هذا ضرني ما يساعدنيش، يحبس ما ياكلش الدواء. صدقوا عادي ويكذب واحد في الناحيه في العلم، وهذا هو عين الجهل. في دراسة درتها أنا شخصيا تعد من أكبر الدراسات في العالم، وفخر للجزائر كأول دراسة بهذا الحجم. وانت راك عادي مصدقني واش راني نخرط. قال له دراسة، قال له سقسيت شحال من واحد على العلاج اللي داروه للأرني ديسكال اللي هو معروف بالدرجة عرقلاسة، والاجوبه من وحي المصباح السحري تاع علاء الدين. واحد راه عند شيخ جرح له رجله، واحد هزو عصا وضربوه، واحد دخل رجله في الماء يغلي او تحرق كامل. والنتيجه الغريبه يحلفوا لك بلي نجحت الطريقه. وباه نفهمكم ببساطه بلي هذا يعتبر استخفاف بالعقل، نعطيكم مثال بسيط. تخيل معايا كاينه طوموبيل الموتور تاعها حبس خلاص طاح اون بان سي بون تكولا،
يجي واحد يقول لك والله حكمت الزيت دهنتها فوق الكابو نتاعو الغدوه ولات تمشي لاباس عليها، اسكو تصدقوا بلا ما تشوف الطوموبيل وبلا ما تتاكد؟ اسكو تصدق هذه الحكايه؟ لانه هذا اختراق للمنطق، ما كانش كيف حد صرا. لو يجيب من الغدوه هو يحلف ما تصدقوش. الفرق في الطب انه الامراض يعرفوها غير الاطباء، بالنسبه للناس العوام تبقى غامضه، واللي يجي يكذب عليهم، وهذا يخليهم عرضه كبيره للاستغلال من طرف بزاف ناس لاغراض تجاريه، اغراض واحد اخرين. والحل وش هو؟ في عالم مثالي تاع تيليتابيز وين الارض كامل خضراء، الطبيب هو المسؤول على كل شيء تجاه المريض، ومن واجبه توعية المريض، زرع الثقة، التعاطف معه، التفاهم. كل حاجة كاينة ما بين الطبيب والمريض الطبيب هو المسؤول عليه، لأن المريض ببساطة له هو اللي يجي يديه، مسير غير مخير. بس اصبر دقيقة نفيريفي واسكور انا في عالم تيليتابيز ولا لا؟ ما شكيتش. في العالم الواقعي لو ندرسوا أي ظاهرة اجتماعية التغيير نتاعها أساسا يكون عن طريق تغيير الظروف. من المستحيل مثلا تحبس السرقة وانت مازال مخلي أحياء فقيرة ما عندها حتى والو باش تاكلوا وماكش مدير عقوبة للسرقة. مستحيل تحبس ظاهرة الزنا وانت تسمح بها ومخلي التبرج والاختلاط. هذو الأسباب مادام كاينين ما همش حيتبدلوا النتائج، وكاين فئة قليلة خلاص اللي حتخرج على هذه الأسباب حتى ما بدلتش الظروف. هكذاك ظروف المستشفيات لو تجيب الاطباء تاع برا تحطهم نفس النتائج، نفس الاهمال، نفس الاخطاء، نفس المضاربات، لأن الظروف مازالت راهي هنا والانسان ضعيف بطبعه وكاين اشياء فوق الطاقه نتاعو. ولكن هل هذا يعني أن الطبيب معفي من المسؤوليه وبريء من هذه التصرفات؟ هذه ما يقولهاش عاقل، لأن التبرير للطبيب على حساب الظروف نتاعو هو تبرير ثاني للسارق على حساب الظروف تاعو، وللقاتل على حساب الظروف تاعو. الطبيب مهما كانت الظروف يبقى مسؤولا على المريض، يحاول يدير قدر المستطاع واش راهو يقدر باش يخدم هذا المريض، ولكن كنتيجه نهائيه حتلقى فئه صغيره خلاص الاغلبيه الساحقه ما همش حيقدروا. يعني افضل حل هو تغيير الظروف. والسلام عليكم.